فرق باختصار، الطبيب النفسي بيبص لك كأعضاء انه وظائف المخ والجهاز العصبي شغالة تمام ولا فيها مشكلة. المعالج النفسي بيبص لك كتشخيص ان انت ايه من ماضيك انت مش عارف تتعامل معاه، مؤثر على الحاضر اللي انت فيه، فمش مساعدك ان انت تعرف تتعايش في الوضع الحالي. فبيأهلك ان انت تعرف تتعايش بطبطبة وهيلينج وكل الكلام ده. الكوتش هو انه بيساعدك ان انت تسترتش، تتمدد، ان انت تنمو وتكبر، ان انت تعرف بقى تتحكم بافكارك وفي مشاعرك، تتصالح مع نفسك، ان انت تعرف تحقق رغباتك، فبالتالي تعيش حياة ممتعة بالنسبة لك. فده الفروقات. امتى تروح لمين؟ الطبيب النفسي لو انت عندك مشكلة عضوية، ده الطبيب. وبالتالي هو محتاجين نتأكد انه مفيش مشكلة عضوية مأثرة على الجزء النفسي، لانه الاتنين شغالين مع بعض. لو في مشكلة نفسية انت مش عارف تتعامل مع ماضيك، هنا الهيلر. عايز تتمدد وتكبر، كوتش.